السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نيوز نتورك دي زاد. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسى أن تشترك في القناة وتضغط على زر اللايك وتفعل الجرس حتى يصلكم كل جديد. فوز الجزائر بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الأممي بالأغلبية المطلقة 184 صوتا من مجموع 192 صوتا، يقلب أوراق المخزن ويدخل القصر الملكي في ورطة حقيقية. وقد شكل خبر فوز الدبلوماسي الجزائري نكسة عند المخزن الذي لم يعد يقدر على تبرير تحامله على الجزائر وتعبئة الشعب المغربي ضد الشعب الجزائري. فقد بني المخزن كل سياساته الخارجية على الكذب والنفاق والأخبار الكاذبة، وقد تأكد ذلك مع الجزائر سب وشتم للنظام الجزائري، لا لسبب إلا لأنه يدعم القضية الصحراوية الغربية ويتمسك بضرورة تطبيق مقررات الأمم المتحدة، ومنها تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. وفور إعلان عن خبر فوز الجزائر بمقعد في مجلس الأمن، طرحت مصادر إعلامية مغربية سؤالين، وهما: كيف استطاعت الجزائر تحقيق هذا الانتصار الدبلوماسي الكبير؟ وكيف ستوظفه على الصعيد الإفريقي والعربي والدولي؟